شوية كاجو مع شوية زبيب. يا أخي أنا بدلل حالي على 24. بسم الله. طيبة بكل معنى الكلمة. كل كبسة بلدان العالم طيبة، بس الكبسة السورية لها لذيذة خاصة. اليوم بدي أعمل لكم إياها بالطريقة السورية الأصلية. أول شي بدي دجاجة مقطعة كامل أو فخاد اللي بدكم إياه، وبصلتين مفرومين ناعم، وحبتين بندورة مفرومين ناعم، وكذلك الأمر حبتين فلفلة مفرومين ناعم، وست فصوص توم مقطعين شرايح، وجزرتين مبروشين، شوية زبيب، ومعلقة دبس بندورة. هاي تقريبا كل المكونات اللي نستعملها حاليا. وهلا بنحمي طنجرتنا وبننزل عليها معلقة سمنة. لا بدها معلقة ثانية هلا. وهلا بننزل بالبصل. وهلا بننزل بهارات صحيحة معهم مشان يتحمصوا وناخذ نكهتهم. هلا عود قرفة، 4 ورق غار، وست حبات لومي، و5 حبات هيل على كم حبة قرنفل. بسم الله. وتحميصة مرتبة. وهلا بننزل عليهم بالثوم. حمص. وهلا بننزل بالفليفلة. وهلا بنزل الزبيب بنخليهم يتحمصوا معهم. وصار وقت البندورة. وبعد ما حمصنا شوي البندورة بننزل عليها بالجزر. واخر شيء دبس البندورة. وهلا بنجيب الدجاج وبننزله شوي لحتى يتحمص، ما بنحركه لحتى ما يفضي السوائل اللي فيه. اذا لاحظتوا لسه هلا ما ضفنا اي بهار على الطبخه، ليش؟ لاني بدنا نخلطه لحالهم بزبديه وبعدين ننزلهم كلهم نروح وحده على الدجاج. اول شيء بدي معلقتين ملح صغار، ونص معلقه صغيره زنجبيل، ومعلقه صغيره كاري، ونص معلقه صغيره فلفل ابيض، ومعلقه صغيره سبع بهارات، ونص معلقه فلفله. وهلا بنخلطهم كثير منيح مع بعض. وهيك بهاراتنا صارت كلها جاهزه. هلا بنجيبهم وبننزلهم على الطبخه وبنحركهم تحريكه مرتبه. وهلا بنجيب لترين مي سخنه وبننزلها فوقهم. بسم الله. وبنعطيهم تقليبه مشان تتغلغل التبله بكل مكان. وهلا بنغطي وبنهدي النار، نخليها تستوي على نار هاديه من نص ساعه 3/4 ساعه لحتى ينتهي الدجاج على الاخير. وهلا بعد ما استوى دجاجنا بنسحبه كله. بسم الله. وفي روايح تاخذ لعل. بدنا نسحبه كله ونطالعه على صينيه فرن. بسم الله. بهالشكل هاد. وبعد ما سحبنا الدجاج بنجيب الرز. عندي هون كاستين رز بسمتي مغسولين ومنقوعين كثير منيح. هلا بجيبهم وبنزلهم على المي. بنعمل لهم تخليطه بسيطه لحتى يتشربوا من الصوص ومن كل المكونات اللي حاطينها. بسم الله. المدار المي عندي كثير منيح، اذا زياده شوي عنكم نقصوا منه شوي، واذا ناقص زيدوه شوي. المهم يكون غامر الرز بسنتي. وهلا بنتركهم شوي على نار عاليه لحتى يخف منسوب المي ويطفوا الزيت لفوق. بعدين بنوطي عليهم وبنغطي ونعيفهم شوي 20 دقيقه لحتى يستوي الرز على الاخير. وبالنسبه للدجاج لسه عنده مرحله اخيره. بدنا معلقه دبس فليفله مع معلقتين زيت كبار، بنخلطهم منيح وبنسقي الدجاج من كل مكان. بسم الله. وهلا على الفرن شغال بس من فوق شويه 5 دقائق لحتى نعطيهم تحميره مرتبه. وما ننسى ندلك كبستنا بشويه مكسرات، ولو هي كبسه سوريه بالبقلة الدلال. اول شيء بننزل طوايتنا على نار هاديه، وبننزل اول شيء بالكاجو. بسم الله. نعطيه تحميصه مرتبه، ومجرد ما يغدوا عنا اللون بنلحهم بالصنوبر. تحميصه بسيطه وبنلحهم بالزبيب. وهيك صاروا عنا جاهزين. هيك اكلتنا صارت جاهزه. يا بسم الله. يا عين. وهلا قربوا لعندي شوفوا لي هالشوفه اللي بتاخذ لعل. يا سلام. هدول هن الرزات اللي بياخذوا لعل. بسم الله. وهلا بنجيب دجاجاتنا وبنصفهم فوق الكبسه. بسم الله. وهذا الصوص اللي هون لا تكبوه، ساسقوا لي الدجاجات فيه. وهلا احلى فقره بنزين بالمكسرات. وهلا بقى خلونا نفوت بالمفيد. بسم الله. وين الفخذ؟ دلوني عليه. بسم الله. ليكو 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 الفخذ ليكو. يا حرام علي شو عملت فيه وعد ما عذبته. شوفوا لي بس النهنه. فوت فوته من هون بس هيك وزع الدجاج. بسم الله. بجنن. هي الكبسه السوريه المعتقه. يا اخي فعلا ما في بعد الكبسه السوريه. يا الله شو طيبه. صحة وهنا. معلومه. طعمينا. ما في موت لك طبخاتي ما بتقربي عليهم. أيوة. بدي انسفهم اسف. فعلا رهيبه.